فيلمنا بيتكلم عن شاب هاكر بيقدر يخترق أي جهاز في الدنيا ويتحكم في حياة الناس وهو بيعمل بلاوي بالمعلومات اللي بيعرفها. لكن قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها سام شغالة محررة في مجلة مشهورة، ولما بتخلص شغلها بيكون في حد مراقبها وبيصور فيها لما بتخرج. بتروح المستشفى لوالدتها واللي بتكون عايشة على الأجهزة بقالها فترة كبيرة. الدكتور بيقول لها والدتك مش بتتحسن ولازم توافق إنهم يشيلوا الأجهزة من عليها، لكن سام مش بتوافق ومنتظرة معجزة تحصل ترجع أمها سليمة مرة تانية. بتقابل شاب اسمه فيفيك بيكون جارها وساكن جنبها وعنده 19 سنة، وبعد ما بيوصلها لباب شقتها بينزل وبيقعد يبص على شقتها وبيطلع إن هو اللي كان بيراقبها وبيصورها. تاني يوم بيروح لها روهان بيخبط عليها، جارها هو كمان بيكون جايب معاه السباك علشان الحمام عندها بيسرب وبينقط عليه ميه. تاني يوم بتروح شغلها وبتاخد معاها فيفيك بتوصله لكليته بالمره. في طريقها بيعدوا على كافيه بيجيبوا منه قهوه. الراجل صاحب الكافيه بيشكر فيفيك لانه حلله مشكله النت والواي فاي اللي في الكافيه، وقال له من هنا ورايح قهوتك على حساب الكافيه، ورجع له الفلوس اللي دفعها. سام كانت مدياله موبايل علشان يتصلح، فقال لها تنزله قبل الكليه علشان يروح يشوفه. بيشوف التليفون لقاه مش شغال اصلا، فبيقول له الراجل انت عملت فيه ايه؟ ده كان عاوز تاتش بس. صاحب المحل زعق له وقال له هو كان جاي بايظ اصلا، انت هتعرفني شغلي ولا ايه؟ ما عادش الا حته عيل زيك اللي هيعرفني شغلي، واتكل من هنا يلا. فبيتضايق جدا وبيروح كليته وهو دمه محروق. في الوقت ده بتروح سام لحبيبها وكانت متضايقه منه علشان لسه ما طلقش مراته، وقالت له انها مش عاوزه تكمل معاه. ممثل مشهور وشاطر فبيقدر يضحك عليها بكلمتين، وقال لها انت الحب كله، لكن مراتي دي انا متجوزها مصلحه. وزي اي ست ضحك عليها بالكلام. فيفيك بيروح بيته وبيكون عايش مع جدته، وكان بيكلم ابوه فيديو. ابوه عمال يزعق له وبيقول له انت سبت كليتك اللي في امريكا ورجعت تدرس في الهند ولسه برضه فاشل. فيفيك بيسمع صوت في الشارع بيروح يشوف فيه ايه، بيلاقي سام كان معاه فالغيرة بتاكله لأن أخينا بيطلع غرقان لشوشته وبيحب سام. فقام طلع غضبه في الراجل صاحب محل التليفونات وهكر جهازه، وكمان حط صورته مع المجرمين المطلوب القبض عليهم، وقام متصل بالشرطة وبلغ عنه. وبيروح يستناه وهو نازل من عربية الشرطة وعرفه إن هو اللي عمل فيه كده، وهدده بالسجن لو ما ادالوش آيفون ببلاش. الراجل فعلا بيخاف منه وبيديله الآيفون. بالليل بيكون عيد ميلاد سام، بيروح لها فيفيك وبيديلها التليفون هدية، ما هو ببلاش بقى. لكن سام ما كانتش مبسوطة علشان حبيبها ما كانش موجود في عيد ميلادها. بتتضايق وبتروح تشرب علشان تنسى، لكن بتكون تقلت في الشرب ونسيت نفسها. وبعد ما كل الناس مشيت قعدت مع فيفيك تشكيله همها. الصبح بتلاقي فيفيك نايم جنبها على السرير، طبعا شيء متوقع. جرس الشقة بيرن، بتنزل بتلاقي فمش بتفتح. هتفتح ازاي في المصيبة اللي هي فيها دي؟ فيفيك بيقول لها افتحي وانا هتعامل معاه. سام قالت له البس وامشي دلوقتي وانسى كل اللي حصل، انا كنت سكرانه ومش في وعي. لما راحت شغلها كانت سرحانه ومش مصدقه اللي عملته مع العيل اللي اصغر منها ده. فيفيك بقى بيروح لها الشغل وبيجيب لها غدا اللي هو خلاص احنا بقينا حبايب، وبيسمع المديره بتزعق لسام. فبيرجع البيت وبيسرب معلومات عن شركتها، فاسهم الشركه بتخسر. وبيتصل عليها وبيقول لها ايه رايك في اللي انا عملته في المديره، ولو اي حد ضايقك بعد كده عرفيني. سام اتضايقت وقالت له يقابلها في الكافيه. بيقول لها انا بحبك وما استحملش ان اي حد يزعلك. سام قالت له انت لسه صغير وان اللي حصل ما بيننا ده كان غلطه. فبيزعق وبيقول لها ان العيل ده انت كنت مبسوطه معاه. فبتقوم ضربه بالكف وبتقول له مش عاوز اشوف وشك تاني. فبيقرر يحط كاميرات في شقتها علشان يراقبها ويعرف كل حاجه عنها، واجر مكان بعيد وقعد فيه زي مركز العمليات كده. بتروح سام شغلها لكن مش راضيين يدخلوها لحد ما المديره طلبتها وعرفتها ان المعلومات اللي اتسربت عن الشركه طلعت من اللابتوب بتاعها. سام بتقول لها مستحيل، فالمديره بتزعق لها وبتقول لها من النهارده ما اشوفش وشك هنا. وراحت عند امها وهي قاعده فجاه تليفونها بيشتغل لوحده وعليه رساله صوتيه من عمنا فيفيك بيقول لها لسه معاكي فرصه علشان تكوني حبيبتي، ولو ما وافقتيش هدمر حياتك. حاولت تقفل الموبايل لكن ما عرفتش، فبتكسر التليفون. تاني يوم بيروح لها بيتها وبيسألها ايه اللي حصل بالظبط، فبتقول له بلاش انت بالذات تعرف. لكن صمم انه يعرف، فحكيت له كل اللي حصل حتى الليله اياها.
فأخينا بيقول لها أنا آسف يا سام، أنا السبب في كل اللي حصل ده حتة عيل صغير، سيبيلي الموضوع ده وأنا هتصرف. طبعا فيفيك كان شايف وسامع كل حاجة، وطلب منها تسافر معاه في تصوير فيلمه الجديد علشان تغير جو وتبعد عن الواد ده شوية. بتسافر فعلا معاه وبيقضوا أوقات سعيدة، لكن فيفيك هكر كاميرات الفندق كلها وكان شايفهم وهم بيحبوا في بعض، وطبعا كان بيغلي، فأخد صورة ليهم مع بعض وشيرها على النت وقال إن عارف سام على مراته. فلما رجعوا من السفر في المطار الصحفيين كانوا مستنيينهم طبعا، فأخينا ساب سام وخلع وسابها لوحدها حزينة. سام اتضايقت طبعا وراحت لأمها، وبتشوف في الأخبار وهو بيقول إنه بيحب مراته وما يعرفش حد عليها، وإن سام مجرد صديقة وقابلها صدفة هناك. بتدخل أوضة أمها وبتلاقي فيفيك مستنيها. ده انت عيل غتت. بيقول لها انت ضيعت الفرصة اللي كنت مديهالك، والوقت بعد ما اتفضحتي هديلك عرض جديد، وفكري فيه ورد عليا بسرعة قبل ما ادمر حياتك كلها. انك تكوني عشيقتي وانها عاملك زي ما كان بيعاملك بالظبط. سام بتزعق له وبتقول له انها هتقدر ترجع حياتها اللي اتدمرت بسببه. فيفيك قال لها انت الوقت بقيتي ترند، يعني فضحتك بقت على كل لسان والسوشيال ميديا ما بترحمش. بيرجع لبيته وبيدي لخدامته فستان احمر وقال لها تلبسه، وتقلد سام في كل حاجه، لكن ما عجبتوش فمسكها ضربها. ده انت مجنون بقى. سام قررت تغير حياتها ووافقت ان امها تشيل الاجهزه، وكان معاها روهان جارها في كل خطوه بتعملها. في جنازه امها بيجي وبيعزيها. سام قالت له انسى اللي بيني وبينك، قدامك جثتين بيتحرقوا، جثة أمي اللي أنت شايفها وجثة تانية أنت مش شايفها واللي هي سام القديمة، وامشي من هنا ومش عايز أشوف وشك تاني. تاني يوم الشرطة بتروح وبتقبض على فيفيك، ولما راح القسم بيلاقي سام وروهان هناك، فبيعرف إنها بلغت عنه. بعدها الضابط بيسيب فيفيك في مكتبه وبيخرج. تليفون الضابط كان على المكتب، فقام مسكه بسرعة واخترقه. عيل ابن قرد بصحيح، وعرف كل حاجة عنه. لما رجع الضابط ففيفيك بيقول له انه عارف كل اسراره وانه هيعرف مراته وهيفضحه. الضابط خاف من كلامه وافرج عنه كمان، واتصل بسام وقال لها انه ما لقاش اي دليل ضده. بعدها بتعرف ان فيفيك هكر كل الصفحات بتاعتها، فيس وانستا وغيره، ونزل عليهم بوست انها باعت عربيتها واتطردت من شغلها. روهان اتضايق وراح لفيفيك وضربه وقال له يبعد عن سام. ولما رجع بيته سام شافت ايده وسألته عن شنطة الاسعافات، ولما راحت تدور عليها شافت صورة ليهم مع بعض وهم صغيرين، وعرفت ان روهان هو صديق طفولتها. الموضوع قلب هندي وحبوا بعض. قرروا يجيبوا هاكر تاني يساعدهم ويوقف فيفيك، لكن فيفيك بيظهر على شاشة اللاب زي العفريت وبيقول للهاكر لو ما مشيتش هسحب فلوس من حسابك في البنك. فالهاكر بيخاف وبيمشي. عيل شيطان، وقال لسام انا هفضل اراقبك من كل مكان في كاميرات. وبتجري على الشارع لكن عربية بتخبطها. بعدها بتقرر انها تواجهه وبتقول لروهان انه اكيد عنده اسرار توديه في 60 داهية، وكانوا قاعدين في مكان فيه دوشة علشان فيفيك ما يقدرش يسمعهم، وطلبت من روهان انه يراقبه، وفعلا بيراقبه. بعدها بتلاحظ سام ان الخدامة بتاعته لابسة شنطة غالية، وبيدوا تليفوناتهم لحد علشان يتوهوا فيفيك، وراحوا هما ورا الخدامة واتصدموا لما شافوها بلبس تاني غير اللي بتلبسه. سام بتسألها انت ايه حكايتك بالظبط؟ بتقول لها انها ما بتكرهش في حياتها اكتر من فيفيك، لانه هكر تليفونها واخد من عليه صور شخصيه وابتزها بيهم وخلاها تعمل حاجات كتير وحشه غصب عنها، وكمان هكر تليفون واحده تانية وفضحها وخلاها تنتحر. سام قالت لها انها هتجيب لهم حقهم، وراحت لكافيه مع روهان وطلعت الخطوط من التليفون علشان فيفيك ما يسمعهمش، لكن فيفيك هو اللي موصل نت للكافيه فاخترق الأجهزة من خلال الواي فاي. وسمع سام وهي بتقول لروهان إنها هتتصل بفيفيك وتخليه يقابلها في فندق، وهناك هتسجل له كل حاجة. وبتكلم فيفيك وبتقول له إنها وافقت تبقى عشيقته، وعرفته إنها هتستناه في الفندق. روهان كان مستني في عربية قدام الفندق. فيفيك بيروح له وبيضربه بحقنة فيها سم، ودخل لسام وما تكلمش ولا كلمة، وبعت لها رسالة بيقول لها فيها إنه عارف إنها حاطة كاميرا في الأوضة علشان تسجل له، وإنه سمم روهان والترياق معاه، وطلب منها تروح معاه علشان تنقذ روهان. فبتروح معاه وهناك بتشوف جدته ميتة. قال لها أنا قتلتها لأنها كانت عاوزة تتصل بابويا وتقول له على كل حاجة، وقال لسام إنه هيقتلها هي كمان. يلا بلا دوشة. فسام قالت له أنت غبي وورطت نفسك، لأن الكاميرات اللي في الفندق صورتك
وانت داخل وكمان وانت خارج معايا، فبيقوم شايل نفسه من كاميرات الفندق يعني كأنه ما راحش هناك اصلا. وكمان غير وقت خروج سام من الفندق وقال لها كده انا ما شفتكيش النهارده. فقامت سام متعصبه وكسرت الكرسي حوش يا جدع، وقعدت تضرب فيه وقالت له انها كانت مخططه لكل ده، وكمان كانت عارفه انه بيسمع خطتها وجات معاه هنا علشان تقتله، وان محدش هيشك فيها لانه لعب في الكاميرات ومسح وجوده من الفندق. وقعدت تضرب فيه لغايه ما مات، وراحت لروهان بسرعه وادته الترياق وانقذته. ولما الشرطه وصلت لجثه فيفيك حققوا مع سام لأنهم كانوا شاكين فيها لأنها اشتكته قبل كده، لكن مفيش أي دليل عليها، وبيسيبوها بعد ما بيتأكدوا إنها ما اتحركتش من الفندق، وكمان ما قابلتش فيفيك في اليوم ده. طبعا البركة في أخينا اللي شال وجوده من الكاميرات أصلا. أقدر أقول إن نهاية الفيلم دي هندية 100%، وبتتمشى مع روهان أخيرا وهي حرة. ولهنا بينتهي فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك أفلامنا الجديدة.